السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الصباح. إن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف طلبت من الجامعة الملكية للعبة ذاتها احتضان النسخة المقبلة من كأس إفريقيا للأمم للإناث. واستنادا إلى المصدر ذاته، فإنه إلى حدود الساعة لم يتقدم أي بلد بطلب احتضان هذه المنافسة، ما حدا كاف إلى الاستنجاد بالمغرب لإنقاذها من هذه المنافسة، ما حدا كاف إلى الاستنجاد بالمغرب لإنقاذها من هذه الورطة من جديد. وتقام كأس إفريقيا للإناث كل سنتين، انطلقت في 1991 وكانت تنظم بنظام المجموعات. احتضن المغرب نسختها الأخيرة في 2022 التي خسر نهايتها أمام جنوب إفريقيا. وعرفت كرة القدم النسوية المغربية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة بفضل دعم جامعة كرة القدم. ونجحت إناث الجيش الملكي في تأكيد صحوة كرة القدم النسوية حينما توجن بعصبة الأبطال الإفريقية بعد تفوقهن على ميلودي صن-داونز الجنوب إفريقي ب4-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما في ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الإدارية.